السلام عليكم، صباحكم فل وياسمين، صباحكم معطر بذكر الله، فيديو جديد ويوم جديد ويلا نبدأ يومنا بالصلاة على الرسول. معايا النهارده حاجة كده حلوة قوي، حاجة مسكرة وتحفة جدا. هنعملها النهارده مع بعض بطريقة سهلة جدا وبسيطة خالص، وهقولك كمان على أدق التفاصيل اللي تخليها معاكي الخرطة كده بخفية الجاتوه بالظبط، مع ان فيها مكون بيخليها اتقل كمان من الكيكة. بس هنحط لها النهارده معلقة صغيرة كده هتخليلك بجد الخرطة هتكون أخف من خرطة الجاتوه كمان. يلا بينا كده نبدأ الفيديو وهقول لك كده على شوية تفاصيل تخليكي تعمليها بصي بكل حرفة، تطلع معاكي ممتازة. لو أول مرة تعمليها هخليكي كده تعمليها كأنك بقالك سنين بتعمليها. وكمان هقولك على شوية حاجات ممكن لو عملتيها تطلع معاكي النتيجة ما تكونش حلوة، فهقولها لك النهاردة علشان نتجنب الحاجات دي خالص ونتجنب الأخطاء دي عشان تطلع معاكي تحفة كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. يلا بينا كده ندخل الفيديو ونشوف معايا ايه النهارده. اول حاجه خالص معايا المضرب اللي قدامك ده، لو ما عندكيش مضرب زي كده عادي جدا بالمضرب اليدوي. هنزل دلوقتي في البوله بتاعتي بثلاث بيضات، بيض عادي خالص، وطبعا طالما في بيض يبقى في فانيليا. ثلاث بيضات هنزل عليهم دلوقتي كيسين من الفانيليا وهبدا على طول ان انا اضرب فيهم. تمام كده. ومعايا دلوقتي كوبايه الا ربع من السكر. ركزي معايا بقى، الكوبايات اللي انا حاطه فيها اللبن والحاجات والدقيق دي كوبايات كبيره قوي من بتاعه العصير. لو انا هاخد كوبايه من دي احط فيها السكر تمام هاخد كوبايه الا ربع، انما انا دلوقتي جبت كوبايه صغيره شويه عنهم عشان كده مليت الكوبايه. لو حطيتها في كوبايه من الكبار ديت هتبقى كوبايه الا ربع. عشان بس انا بقول لك على معلومه علشان ما تشوفيش الكوبايه مليانه تقولي انت حطيتي كوبايه سكر. انا حطيت كوبايه الا ربع من السكر. تمام. على البيض وعلى الفانيليا وهفضل اضرب فيهم كده لحد اما اخلي القوام خفيف قوي معايا ولونه يفتح خالص. بعد ما فتح ووصلت للنتيجه اللي انا محتاجاها نزلت دلوقتي كده بنص كوبايه من الزيت وثلاث معالق او 4 معالق من الزبده السايحه وذره من الملح، وهنحط دلوقتي معلقه ونص من الخل. دي بقى اللي هتخليها معاكي خفيفة وهشة وبصي وحاجة كده هتخليها معاكي من الآخر. ومعايا كمان كوباية كده من الكبار دولت كوباية لبن رايب، كان عندي لبن رايب حطيت كوباية. عايزة تستبدليه بالزبادي تمام، حلوة حلوة خالص وهتديكي برضو ايه نفس النتيجة. ودلوقتي المضرب كده شغال على طول هيفضل دلوقتي يضرب. لو انت زي ما بقول لك ما عندكيش المضرب ده عادي بالمضرب اليدوي العادي كده تفضلي ايد تحطي المكونات والايد التانية تضرب. وطبعا ما ننساش 3 معالق جوز الهند اللي كانوا في الطبق اللي احنا حطيناهم الاخرانيين، وده كلاته برضو والمضرب شغال. خلطت كده الخليط ده كلاته، نشيل بقى المضرب بتاعنا ده نرجعه كده ورا، كان معصلك شوية معايا بس خلاص فكه بقى كويس. هنرجعه ورا بقى عشان نفوق كده ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي معايا كوباية من الدقيق، كوباية كبيرة بالمنخل كده على طول وهنزلها وهنخلها كده هديلها نخلة وبالمضرب اليدوي هفضل اضرب فيها كده لحد ما اخليش فيه اي دقيق خالص. دي برضو خطوة مهمة لازم تفضلي تضربي فيها كده لحد ما تخليش دقيق خالص. خلاص ما عادش فيه دقيق في البولة ولا حاجة. نزلت دلوقتي كده بكوباية من السميد، كوباية من دقيق البسبوسة سايب من عند العطار ما تجيبيش اكياس. ونزلت كده بكمان كيس كيك شيف. وهبدأ دلوقتي ان انا اضرب ده كلته بقى المكونات دي كلها كده. معايا صينية دلوقتي ألمونيا هنزل فيها كده شوية من الزيت وهبدأ أدهن الصينية بتاعتي من الصينية من الجوانب كلها. هبدأ كده ان انا اغلفها كده ايه وادهنها كلها كده بالزيت، شوية من الزيت بس مش اكتر. عندك اي صينية تانية عايزة تعملي فيها تمام، بس انا بحب الصواني الألمونيا، بحب شغلها في المعجنات والكيكات والحلويات يعني والحاجات دي. هنزل دلوقتي كده بالخليط بتاعي وهبدأ ان انا افضل، وطبعا شفنا القوام بتاع العجينة معانا. تمام انا عايزاها تكون بالقوام ده. طبعا كنت مشغله الفرن بتاعي دلوقتي على درجة 180، كان سخن وبقى حلو خالص. هفضل اهز في الصينيه لحد ما اساوي كده السطح بتاعها وهدخلها. هتقعد من 45 دقيقه ل 50 دقيقه على ما تستوي بقى نكون عملنا السيرب او الشربات. كوبايه وكوبايتين من الميه عليهم كوبايه وربع من السكر. يعني انا فضيت كوبايه وجيت حطيت نص كوبايه تاني، ما خدتش نص الكوبايه كله، يا دوبك نزلت بربع كوبايه عشان مش عايزاها تكون مسكره قوي. وعصرت كده نص ليمونه وهقلب فيهم كده هديلهم تقلبتين وهرفعهم دلوقتي على النار بس 10 دقايق كده. وبعد كده خلاص هتكون كده استوت معايا. كان خلاص على ما السيرب كان خلاص جهز. كانت كيكة الرواني بتاعتي كانت خلاص اتحمرت وطلعت باللون الجميل ده، والطروف بتاعتها اتحمرت وشكلها من فوق بقى حلو، خدت لون حلو. طبعا انا يعني كانت خلاص استوت عملتها كده
بالخلة لقيتها استوت، شغّلت لها الشواية من فوق ادّت لها اللون وطلّعتها. صينية الكيكة تكون لسه سخنة، كيكة الرَوَّن تكون لسه سخنة والشربات كمان يكون سخن، تحطّيهم على طول على بعض وتغطّي عليهم وتسيبيهم، هتلاقي حجمها تضاعف وهتلاقي بقى دقيق البسبوسة شرب من الشربات وكمان يعني إيه، حجمها كده زاد شوية. دلوقتي بقى أنا المفروض كنت سِبتها لمّا تبرد خالص، بس بصراحة أنا كنت نازلة، كنت رايحة مشوار، كنت عايزة أخلّص الفيديو، فأنتِ طبعًا يعني لو مش مستعجلة عليها سيبيها لمّا تبرد خالص، هتتماسك عن كده وهتجمد عن كده كمان وهتبقى تحفة جدًا. والله كنت عايزة أسيبها وأنزل أروح مشواري وآجي على بالليل أعملها، بس لو كنت جيت كنت هالاقي عيالي واكلينها، فقُلت يا بنتي يا نورة مش مشكلة، اعمليها بقى وخلاص وصوّريها. زي ما أنتم شايفين كده، إيه رأيِك بقى في الجمال ده؟ خفيفة جدًا والله العظيم أقسم بالله كانت خفيفة أوي، 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 باقول لِك عاملة زي خرطة الجاتوه، حاجة كده تحفة بجد، والسكر بتاعها كان مضبوط بالشعرة، ما كانش مسكر زيادة عن اللزوم ولا كانت تجزّع ولا كانت يعني سكرها زيادة، لا، لأ، كان السكر بتاعها كان مضبوط، كوباية إلا ربع في الأول تحطيهم و أمّا تيجي تعملي السيرب أو الشربات في الآخر حُطّي كوباية وربع فقط لا غير. ما تزوديش أكتر من كده، تمام كده؟ هتطلع معاكِ سكرها مضبوط، وشوفي بقى قد إيه هشة ولونها فاتح مش غامقة، تحميرها كمان من فوق ومن تحت واخدة لون خرافة من فوق، ومن الجناب كده لونها تحفة أوي، وكمان من تحت كمان لونها فظيع بصراحة، طعمها حلو، خفيفة أوي، يعني بُصّي تعمليها كده وهنزوّقها كمان بشوية كده من جوزة الهند، عندِك أنتِ أي مكسرات عايزة تزوّقيها تمام، مش عايزة تزوّقيها خالص هي مش محتاجة ذواق أصلًا، هي تحفة من غير أي حاجة خالص. لو عملتها بقى وخدتِ لِك خرطة كده والّا 2 على الصبح جنب كوباية شاي بلبن أو كوباية شاي، كفيلة جدًا تخلّيكِ كده بُصّي دماغك متضبّط، لحد أمّا تعملي غداكِ وييجي وقت الغدا. جبتها لِك بس كده، جبت لِك خرطة الناحية دي كده جنب الكاميرا علشان تشوفي شكلها وتشوفي سواها وتشوفي هي قد إيه هشة وخفيفة وطعمها حرفيًا جبار. باتمنى إن أنتِ تعمليها بقى وتجرّبيها كده على طريقتي، وإن شاء الله هتعجبِك جدًا، جدًا. الفرن ما تخلّيهوش يكون بارد، لإن لو حطّيتيه كده والفرن بارد مش هتدّيكِ أحسن نتيجة، وممكن يعني مش هتبقى حلوة. فأنتِ خلّي الفرن بتاعِك يكون سخن أوي، شغّليه على درجة 180 و يكون سخن وتدخّليها فيه تقعد من 45 دقيقة ل50 دقيقة. باتمنى إن الفيديو يكون عجبِك، ويا ريت بقى تجرّبيها بطريقتي، وتسلم إيديكِ وعينيكِ قبل ما تجرّبيها، وباتمنى إن الفيديو يكون عجبِك، ويا ريت بقى الفيديو لو عجبِك ما تنسينيش في لايك وشير واشتراك في القناة، وتفعّلي الجرس علشان أي فيديو جديد أنزّله يوصل لِك على طول. باحبِك في الله، السلام عليكم.